ايوه طبعا بطل من ورق. هو انت بعد كل ده مش قادر تفهم ان بيراميدز بطل من ورق؟ طب ازاي؟ في اروع مواسمه وكل الاشادات اللي احنا شايفينها بما فيهم الاهلاويه بيقولوا انه فريق كويس وفريق قوي وعملنا ماتش قصاده هو واحد من افضل ماتشات الموسم كلها، الا انك لما تيجي تحسب كده الراجل ده تألق قدام مين؟ عمل ايه مع الفرق اللي عندها تاريخ؟ هتلاقيه خسر من سان داونز، وخسر من مازيمبي، وخسر من الاهلي، وخسر من سيراميكا. خسر من الاهلي رايح جاي بالمناسبه، مش ماتش واحد. حتى الزمالك في اسوأ حالاته ما قدرش يكسبه، اتعادل 2-2. الزملكاويه نفسهم قبل المباراه دي كانوا بيقولوا يا رب ما يتعملش علينا سكور. فريق ما عندوش شخصيه البطل، بطل من ورق. فريق عنده افراد جيده، لكن كفريق هو فريق ضعيف. فريق ضعيف بيتزق. ولو حسبت كميه المجاملات هنمشيها اخطاء تحكيميه اللي في صالحه، هتلاقي ان هو لولا الاخطاء التحكيميه اللي في صالحه دي ما كانش هيكمل سلسله الانتصارات المتتاليه، ما كانش هيبقى فارق عن الاهلي الفرق اللي كان مصدر ضغط للاهلي. الفريق البطل بيحتاج حاجات كتير قوي، منها عناصر جيده، لكن كمان بيحتاج روح الفريق، بيحتاج جمهور واداره واستراتيجيه وتاريخ. ما بتشتريش الحاجات دي بالفلوس. النادي الاهلي قادر بتاريخه وخبرات لعيبته وكمية المواقف الصعبة اللي عدى بيها، منها اللي عداها ومنها اللي اتعلم منها، خلت اللعيبة حتى في أسوأ المواقف، حتى واحنا متأخرين في المباراة الأولى 2-1، اللعيبة هادية واثقة من نفسها، جمهورهم بيزقهم لقدام. كل ده خلى النتيجة اللي كانت 2-1 تخلص 3-2 لصالح النادي الأهلي. امكانيات لعيبه النادي الاهلي امكانيات جيده، منهم اللي ممتازين ومنهم اللي جيدين جدا ومنهم اللي جيدين، لكن في الاخر هم كفريق بطل، فريق قوي قادر ياخد النتيجه اللي هو عايزها قدام اي فريق مهما كان اسمه او حجم جماهيريته او قدراته. علشان كده النادي الاهلي فريق بطل، وفريق بيراميدز فريق كويس لكنه بطل من ورق. عايز تعرف حجم الدعم اللي بياخده بيراميدز الغير مستحق بالمناسبه يعني، او بلاش نقول غير مستحق، هو غير عادل. ليه بقى؟ اقول لك انا. اتفرج على فيستون مايلي اللعيب الكويس الفرود الممتاز اللي جابه نادي بيراميدز من اول السنه لغايه دلوقتي مسجل 13 هدف. الراجل ده مهاجم متميز، انا بقول لك ده مهاجم متميز، ولكن كميه الدعم وكميه الاشادات بهذا اللاعب من قبل ما يسجل اصلا وهي يعني كتير على اللعيب ده. على الناحيه الثانيه شوف وسام ابو علي. وسام ابو علي لعب في الدوري المصري 14 مباراه، سجل 11 هدف وعمل اسيست 3 اهداف، يعني ساهم ب 14 هدف في مجمل المباريات اللي شارك فيها اللي هم 14 مباراه. يعني الراجل ده لولا الاصابه حرمتنا منه في حوالي 5-6 مباريات كان زمانه شرخ. القصه هنا بتورينا ايه؟ بتورينا ان انت عندك اعلام لما بيحب يلمع حد بيلمعه، اعلام لما بيحب يقتل حد بيقتله. علشان كده انا بقول لك جمهور الاهلي هو الصخره التي تتحطم عليها كل مؤامرات المنظومه الرياضيه والاعلاميه علشان هدم النادي الاهلي. والنادي الاهلي شخصيه البطل هي اللي بتخليه يكمل قصاد كل الناس اللي بتحاول تنافسه او بتحاول تعرقله. علشان كده بقول لك عايز تعمل فريق ومنافسه كويسه، الاول ادرس يعني ايه فريق ويعني ايه بطوله ويعني ايه فريق قادر على احراز البطوله. وعلشان بالمناسبه برضو عشان الناس تبقى فاهمه، نادي الزمالك على الرغم من مآخذنا الكتير عليه وعلى اداراته المتعاقبه، الا ان نادي الزمالك بيمتلك شخصيه البطل. يعني نادي الزمالك لو في مكان بيراميدز كان الاهلي هيلاقي صعوبه شديده في اللحاق بيه وفي التفوق عليه وفي مباراتنا ضده. لو هو في نفس مستوى بيراميدز ده، هتبقى المباريات اصعب بكتير من مبارياتنا قصاد بيراميدز، وكانت هتبقى احلى وامتع لان الجماهير كانت هتبقى ماليه الاستاد. يا جماعه اوعوا تسمحوا لبيراميدز ياخد مكان الزمالك، علشان متعه الكوره وعشان نحافظ على قوه مصر الناعمه. سلام عليكم.